وحب النادي الاهلي والحرص على مستقبله. يعني انا مش حاسس ان انا في حاجه الا كلام كتير زي كلكم عارفين ان احنا بنمر بمرحله انتقاليه صعبه وبنمر بتحديات، ونتيجه النادي الاهلي اتعودنا كلنا ان لما يبقى في تحديات قويه او في صعوبات بتواجهنا كلنا بنتحد مع بعض وكلنا بنتعاون علشان نستمر في المسيره. احنا بنفخر ان احنا جايين بعد 107 سنه من تاريخ مجيد ومن انتصارات ليس لها مثيل حققها النادي الاهلي طوال مسيرته، وكان معتمد اولا على ما عرف بروح النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي اللي هي كانت المرشد والهادي لينا طوال المسيره الطويله دي، اللي جيل بيسلم لجيل ومجلس اداره بيسلم لمجلس، وكل مجلس بيجي بيكمل على كل ما بناه وشيده وانجزه وحققه المجالس السابقه كلها، وبيواجه لاننا بشر ولان في ظروف محيطه وفي تقلبات، فدائما رغم كل الانتصارات ورغم كل الايجابيات ورغم كل الانجازات بيبقى فيه هنات، بيبقى فيه اخطاء، بيبقى فيه قصور، بيبقى فيه سلبيات، خصوصا لما تبقى فيه ظروف محيطه صعبه زي الظروف اللي احنا فيها الايام دي. والحقيقه النادي الاهلي رغم كل الظروف الصعبه في البلد، لكن الثلاث سنين اللي فاتت بحكم مجلس الاداره وبقوه ارادته وتنظيمه وباعتماده على التاريخ القديم المجيد الصلب اللي عليه، قدرنا نقاوم اكثر من غيرنا من الانديه واكثر من غيرنا من المؤسسات. فاذا كنا بنعتبر النادي الاهلي في بدايه القرن العشرين احد مؤسسات الدوله الحديثه في مصر واحد قلاع الوطنيه والرياضه والثقافه والتنوير، وكل الاهتزاز اللي حصل في كثير من هيئات ومؤسسات الدوله، الا ان النادي الاهلي نسبيا حافظ على كيانه، حافظ على نظامه، حافظ على روحه، حافظ على حاجات من اغلى واهم ما يملك، وهو انه القوه دائما، وان حب واحترام وعشق اعضائه وجمهوره زاد واصبح بالملايين في كل المدن والقرى ورجوع مصر، بل شعبيته تعدى او عبر الخطوط المصريه الى كثير من الدول العربيه والى افريقيا. والحقيقه الحب الجارف للنادي الاهلي وما يمثله من قيمه وما يمثله مجالس ادارته المتتاليه من قوه وقدره على الاداره والتزام المبادئ وحمايه المصالح وتقدير للجمهور وحرص على الوطنيه، ده بيخلي السلاح ده هو العصا السحريه والاصل العزيز القوي اللي بيمكننا ان احنا نخش المستقبل على ارض صلبه، ان احنا ننمي موارد النادي الاهلي، ان احنا يبقى عندنا مشروعات مستقبليه زي المشروع الفذ اللي هيبقى في الشيخ زايد اللي هو النادي الجديد اللي ان شاء الله يبقى نقله حضاريه ورياضيه واقتصاديه وتمويليه ليس لها مثيل في المنطقه ونفتخر بها، ودي من المشاريع العملاقه اللي بقى لها عده مجالس بيشتغلوا فيها، وان شاء الله المجلس القادم يفتح خطوات وينجز على الارض حاجات تبقى خطوات مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي ويسلمها للمجالس القادمه. واحد من الامثله الاخرى مدينه نصر اللي اشترك في تاسيسه وانشائه عدد المجالس، وان احنا ان شاء الله المجلس الجديد عندنا مشاريع جديده ان احنا نقبل الانشاءات ونعمل ملاعب جديده ونعمل الصيانه في سلبيات موجوده في النادي الاهلي كلها حصرناها وكلها نقله التخطيط بتاعنا. المهم انكم كلكم كل الاعضاء اللي تعرفوهم كعادتكم وكعاده مجالس ادارات النادي الاهلي وكعاده جمعيات النادي الاهلي فيكم تضربوا المثل والقدوه والنموذج ان النادي الاهلي ده بيتكم وده الرمز وده الكيان وده القيمه، ان وجودكم باكبر عدد وحسن اختياركم للمجلس القادر على تنظيمكم وعلى قياده النادي الاهلي في السنوات القادمه هو اللي نقدر نخش بيه المستقبل. احنا مجموعه كبيره اداره من قائمه واحده بتحقق
من الآن